صباح الخير وصباح الفل على أحلى ناس في الدنيا. صباح يوم جديد وفرصة جديدة وبداية جديدة وأمل جديد. هنتكلم النهاردة عن حاجة حلوة، حاجة هتخلينا مبسوطين. هنتكلم النهاردة عن الفطار، ومش أي فطار، لأ، ده فطار مميز وبشكل جديد. هنعمل النهاردة فطاير سخنة بس بشكل مميز كده وشكل جديد، هتخليك تغيري رأيك في أي فطاير كلتيها قبل كده. ومكوناتها سهلة عندنا وموجودة كلها بأمر الله في التلاجة، وتنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع كده في اللانش بوكس للأولاد لو معاهم مدرسة الصبح. حاجة كده مغذية ومفيدة. تيجي نشوف هنعملها ازاي مع بعض، ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وبسم الله الرحمن الرحيم. كده نبتدي الشغل مع بعض. معانا هنا مكونات: معلقة كبيرة خميرة فورية، بيضتين، كوباية لبن، كوباية مية. لو حابة تستخدم كوبايتين لبن يرجع ليكي برضو، ده عادي. تقدر تستخدم برضو كوبايتين مية، مش هتفرق يعني. لو حابة تبدلي مثلا لبن بلبن بودر، مش هتفرق برضو، عادي. المهم كوبايتين سوائل. هنا تقدر تضيفي معلقة، نص معلقة فلفل أسود. لو مش حابة فلفل أسود ممكن تحط ذرة كده صغيرة فانيليا. ونقلبهم كده كويس مع بعض. بعد كده ننزل بمعلقة الخميرة، معلقة كبيرة خميرة فورية. نقلبهم كويس. بعد كده هنحط معلقتين زيت، معلقتين زيت بالظبط، وتقلبيهم برضو كويس. حاجة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت هتعمليها كده ومش هتتعبي فيها خالص، لأن هي مكوناتها سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت مغذية وحلوة كده، وحاجة جديدة تعمليها للأولاد وجوزك على الصبح. كوبايتين ونص دقيق، هننخلهم كويس يا جماعة. تلقيني كبلكم المقادير تحت في الوصف. قلبيهم كده كويس مع بعض بس كده، وهنسيبهم تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة يخمروا كده معانا. ما تزوديش عليهم أكتر من كده في الخمور. لو في الشتاء تديهم مثلا تقريبا كده نص ساعة، تلت ساعة. ادي كده معانا المكونات الباقية. هنا جبنة بطعم الرومي، لو مش متوفرة ممكن جبنة مثلثات، ممكن أي نوع جبنة أنت تفضليه، مش هتوقف عليها والله، بس أهم حاجة يكون جبنة كريمي. وهنا فلفل ألوان، فلفل أحمر، فلفل أخضر، ممكن تضيفي كزبرة أو بقدونس لو أنت بتحبيها. هنا بطاطس مبشورة، بطاطساية عادية كده مش مسلوق ولا أي حاجة، غسلناها وبشرناها، وبرضو بعد ما بشرتها غسلتها تاني. هنا جبنة موتزاريلا. ادي المكونات سهلة وبسيطة. لو مش حابة تحطي جبنة موتزاريلا ده برضو يرجع لذوقك. ممكن تحطي مكانها أي نوع جبنة تاني انت حباه. بس بصراحة أحلى فطاير ممكن تاكليها، وأحلى فطاير ممكن تعمليها على الصبح كده، تعمل يعني الواحد لما يشوف حاجة إفطار كده حلوة على الصبح كده قدامه، لا بيحس إن اليوم كده جميل، يعرف يأدي اليوم بتاعه كده بنشاط كده، وهيعمل حاجات كتيرة في اليوم بتاعه وهو كده مبسوط. أنا هنا ما عنديش طاسة ما بتلزقش، فاستخدمت الحلة اللي عندي، حلة تيفال. دهنتها شوية زيت كده من غير فرشة ولا حاجة، وزي الفل. وبعد كده هننزل بالخليط بتاعنا اللي احنا عملناه، وتسويه كده في الحلة او الطاسة. مش شرط انك تغطيه او تعمليه، انا حطيته في الحلة كده عشان اسرع عملية السوا. لان لما غطيته وتفرديه كده في الحلة معاكي، تسويه كده كويس. زي ما شايفة كده حسيت محتاج تاني، فزودت الكمية تاني وسويتهم برضو كويس. اهم حاجة تسويه عشان يطلع كل شكل بعضه كده ومتساوي متناسق معانا. بس زي ما شايفين كده سويتها تمام. بس كده هنغطي عليها، ما خدتش حاجه كده، وبصيت عليها كده لقيت الوش بتاعها كده كان العجين اختفى منه، ومن تحت كان باين عليها ان هي ايه، مستويه. فهنقلبها كده مع بعض، هتتقلب معانا بكل سهوله. وهنظبط السوا بتاعها كده كل شويه كده، نقلبها على جنب لحد لما تستوي معانا. زي ما شايفين كده الخطوات كانت استوت كده وخدت لون معايا من تحت، فقلبتها على الناحيه التانية. اهم حاجه تقلبيها كده كل شويه بحيث ان هي تاخد معاك الحراره من فوق ومن تحت كويس، عشان تطلع معاك مستويه مظبوطه، ما تطلعش معجنه معاكي. بس بجد احلى فطاير تعمليها في اي وقت كده، سهله وسريعه، وهتنفع كده في الصبح كده لو حابه تعملي حاجه جديده كده تغيري بيها. وفي نفس الوقت لو الاولاد المدرسه زي ما قلنا كده في اللانش بوكس هتبقى كده جديده وهياكلوها كلها بصراحه، لان دايما الاولاد بتحب ان انت تجددي لهم كده في الفطار. ده بالنسبه لهم دي حاجه كده فظيعه يعني، اهم حاجه عند الاولاد كده التجديد ده. وهنزل بالكميه التانية كده تاني فطيره. الكميه دي عملت معايا 4 فطاير محترمين. هنسويهم كده كويس
خليكي معايا، ركزي معايا كده كويس في الخطوات عشان تطلع معاكي مظبوطه بامر الله. وما تنسيش تجربيها كده وتقولي لي عليها رايك كده في التعليقات. اهم حاجه تساوي كويس زي ما شايفين كده. وبعد كده برضه هنغطي عليها زي ما شايفين كده. كان العجين اختفى كده من على الوش معانا، ومن تحت باين عليها ان هي برضه واخده تحت، ان هي واخده اللون معاه برضه كويس. وقلبتها زي ما شايفين لونها بسم الله ما شاء الله قمة في الروعة. ودي رقم 3 نفس النظام. بصي كده من غير اي حاجة كده هنقلبها. بصي بسم الله الرحمن الرحيم اهو قلبت معانا وزي الفل. برضه نفس النظام هنديها قلبة كده، كل شوية نقلبها على جنب عشان التسوية بتاعتها تطلع معانا مظبوطة. انا مش كل دقيقة بقلب فيها، لا هو بديها وقتها، بس انا بس مسرع الفيديو عشان ما نطولش عليكم. وادي كده رقم 4 كده اخر حاجة معايا. زي ما شايفين كده هنوزعها كويس. بس كده وهنغطي عليها برضو. وكده كانت الكمية خلصت معانا. بسم الله ما شاء الله احلى فطاير عملتها، واحلى فطاير كده ومفيدة ومغذية وحاجة كده تدي باور على الصبح. وفي نفس الوقت ان انت لو صحيتي كده وعملتي كده الفطار ده لجوزك كده واولادك تغيير. وفي نفس الوقت برضو كسر الروتين الممل بتاع كل يوم. وشوية عصير كده زي ما شايفين، عصير فريش، عصير برتقال. في نفس الوقت الفطاير مفيدة وسهلة وبسيطة. وما تنسيش تجربيها وتقولي لي عليها رأيك كده في التعليقات. حاجة كده يعني واو. بصي كده استنى هنقطع لك واحدة كده وتشوفيها شكلها جاي ازاي من جوه كده، وهشة وخفيفة وطعمها رائع. احلى حاجة التجديد كده، ولما الواحد يجرب حاجة جديدة وتكون معاه مظبوطة كده وحلوة، يعني حاجة من الاخر. دي تجربيها وانتي كده ايدك مليانة ان هي تطلع معاك مظبوطة وسهلة في نفس الوقت. زي ما شايفين كده بسم الله ما شاء الله. شايفين لونها كده ومن جوه كده مظبوطة ومش معجنة ومستوية زي الفل. حاجة كده في حتة تانية خالص. هي كانت سخنة عليا بس انا قطعتها عشان التصوير. وبتحب على فكرة ممكن تعمل معها جنبها اي نوع جبنة كده تاكليها بيه، او اي صوص. ممكن صوص كاتشب كده عليها على الوش كده بيبقى جميل خالص. وممكن برضه زي ما قلت لك تحطي فيها بقدونس، كزبرة، اي نوع خضار انت حباه، بس بلاش طماطم لان الطماطم هتبوظ طعمها خالص، مش هتبقى حلوة خالص في الوصفة دي. بس كده ودي كانت وصفتنا النهارده. وما تنسوش في نهايه الفيديو كده تدعموني بلايك وشير، وتعملوا لي اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش تعملي لنا اشتراك، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. احبائي في الله، نشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.